في حتة قديمة قوي في مصر، شارع ضيق، لمبة صفرة بتترعش، وبيوت شكلها ما تغيرش من أيام الملك. في آخر الشارع ده كان في بيت محدش بيدخله ومحدش بيعدي من قدامه بعد الساعة 12. الناس بتقول البيت ده بيصحى، وأنا عمري ما كنت أصدق الكلام ده لحد الليلة اللي غيرت حياتي. كنت ساكن قريب من الشارع ده، راجل عادي، بشتغل شغلانة مملة وبرجع متأخر. الساعة كانت 11:58 وأنا ماشي لقيت نفسي قدام البيت. الباب الخشب قديم والحيطة مليانة تشققات والشبابيك سودة قوي، كأن مفيش نور دخلها من سنين. قلت في سري خرافات، كله كلام ناس فاضية. تك توك، الساعة ضربت 2 بالظبط، وساعتها سمعت الصوت، خربشة صوت أظافر من جوه الحيطان. وقبل ما أتحرك لمبة الشارع طفت، الضلمة بقت تقيلة كأنها مسكاني من صدري. وفجأة الباب اتحرك، مش اتفتح، لا اتنفس. أيوة اتنفس كأنه كائن حي. حاولت أجري، رجلي ما اتحركتش، وسمعت همس صوت واطي بس قريب قوي من ودني. اتأخرت ليه؟ قلبي كان هيقف. أنا لوحدي، الشارع فاضي، والصوت طالع من البيت. الباب اتفتح سنة صغيرة، ريحة تراب قديم، وحاجة تانية، ريحة عفن بس دافي. لقيت نفسي ماشي ناحيته غصب عني، كأن البيت بيناديني بالاسم. أول ما دخلت الباب قفل ورايا لوحده. البيت من جوه أوسع بكتير من بره، وده كان أول حاجة غلط. في صور على الحيطان، ناس واقفة وبتبص عليك بعينين مفتوحة زيادة عن اللزوم. عديت قدام مراية بس انعكاسي ما كانش موجود، وساعتها سمعت الصوت تاني، بس المرة دي من كل حتة. أخيراً واحد صاحي. الأرض بدأت تهتز والصور اتحركت، وواحد من اللي في الصورة طلع إيده وبره الصورة. صرخت وحاولت أفتح الباب، ما فتحش. الساعة على حيط البيت كانت واقفة على 12 وما بتتحركش. الصوت قال اللي يدخل هنا ما يطلعش غير لما يحكي حكايته. وفجأة لقيت نفسي واقف تاني في الشارع، اللمبة منورة، البيت مقفول، وكأن مفيش حاجة حصلت. بصيت في الساعة، كانت 12:01، ومن ساعتها وأنا كل ليلة الساعة 12 بسمع خربشة على باب شقتي. والأغرب إن على باب شقتي ظهر رقم ما كانش موجود قبل كده، نفس رقم البيت.